علم النفس بيقولك إن التصرفات دي هتخلي الشخص المناسب يعجب بيكي ويقتنع بيكي أكتر. أول حاجة وهي إنك ما تلحقيهوش وخليه هو اللي يسعى وراكي واديله مساحته وما تبعتيلوش انت الأول. وتاني حاجة بلاش تخليه أهم حاجة في حياتك، وحطي حدود وركزي على أهدافك وحبي نفسك أكتر، هتلاقيكي مظبطة كل حاجة في حياتك ومظبطة كل الناس حواليك. وتالت حاجة وهي إنك بلاش تديه كل حاجة من البداية. ليه؟ علشان ما تبانيش إنك سهلة ومتاحة للكل. رابع حاجة وهي إنك ما تبقيش معاه كأنك الأم، هتتعاملي كأنك أميرته وهو اللي يهتم بيكي ويوفر لك كل حاجة مش العكس. وكل لما بيقدم الراجل للست حاجة هي بترجعها له تاني أضعاف. وخامس حاجة خليه يدلعك ويعمل لك حاجات بسيطة زي يوصلك شغلك، يساعدك في أي حاجة. الحاجات دي هتخليه يتعلق بيكي أكتر علشان في الوقت ده بيكون بيعمل الحاجة وهو حاببها وبيعملها منها. وسادس حاجة بلاش يكون في لوم كتير، لأن الحاجات دي بتسبب ليه هو ضغط وليكي انت كمان. كل لما هو ما يحسش بضغط هتكون العلاقة مريحة أكتر، بالتالي انت كمان هترتاحي أكتر. علم النفس بيقولك خليكي انت سابقاه بخطوة دايما في علاقتكم.